اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اهلا بيك، وحشتوني. النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى هنعمل مع بعض بسكويت جميل جميل بحشوه جوز الهند. معايا كوبايه جوز هند، ومعايا كوبايه لبن، ومعلقه دقيق كبيره، ومعلقه سكر، وزبيب وفانيليا بودر، وقلبتهم كلهم مع بعض كده، وقلبتهم كويس قوي على البارد، وهنقلهم بقى في الحله على النار، وهفضل ايدي فيهم في التقليب لحد ما الكوت تبقى كتلة كلها مع بعض زي ما احنا شايفين كده كده، تبقى استوت وزي الفل. تمام كده زي الفل. بص الحلة بتاعتي نطفت ازاي، جميل جميل. نفضل ايدينا فيه عشان خاطر طبعا الدقيق لحسن يلزق ولا حاجه لا قدر الله. بعد كده هنقلها في البوله الحلوه معايا دي، وهسيبها بقى تبرد شويه، واغطيها بكيس ساندوتشات كده، وشويه كده تبرد، واكورها بقى واظبطها في في الطبق اللي قدامي دي كده معايا، عشان نبتدي نعمل البسكويت. تمام. وادخلها التلاجة في الحاله دي. هنا معايا كوباية زبدة ممسوحة، وهضربها كده بالمضرب، وهنزل فيها بكوباية الا ربع سكر بودرة كده. تمام زي الفل زي القمر. هضربهم بردك، ومعايا البيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا ومعايا فانيليا سائلة. تمام. هنا مفيش مشكلة نحط فانيليا سائلة. انما في الجوز الهند لازم نحط فانيليا بودر، عشان الفانيليا السائلة هتسيب لون فيها، مش عايزة لونها يتغير. وهضرب بقى البيض كويس مع الفانيليا كده، ولغاية بقى ما يهيش كده ويفتح ويبقى قمر. معايا هنا 3 كوبايات ونص دقيق، ومعايا نص كوباية نشا، وذرة ملح. هحط طبعا ذرة الملح الاول في الدقيق واقلبه كده. دي كده معانا 3 كوبايات ونص دقيق. تمام كده زي الفل. ومعايا نص كوباية نشا. تمام. هنزل الاول بالنشا على الخليط بتاعي، وبعد كده هنزل بالدقيق بقى كده بالتدريج كده، واقلبه كده لغايه ما الاقي ايدي دخلت جوه العجينه كده. دلوقتي هدخل ايدي، هفضل اقلب فيها. بص ايدي بقت عامله ازاي. انا مش بعجن العجين، مش بعجنها، انا بلم فقط. تمام. وهي بتتلم في ثواني على طول. دلوقتي بقى بعد ما خلصت، بص كورتها اهي. بصي الله 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 الله، ولا فيها تشقيق ولا فيها اي حاجه. هاخد بس جزء منها كده، وهركنها كده على جنب ابيض. ومعايا هنا معلقه كاكاو كبيره، كاكاو اسباني خام. هحط عليها بس نقطه ميه كده بس ادوبها، وهنزلها على العجينه دي. وهفضل بقى ادخل بس الكاكاو في العجينه دي عشان تبقى لونها شوكولاته كده جميله. الله الله الله. دلوقتي بقى هبتدي بقى اكورها كده بقى، وافردها كده، واكور وادخل جوز الهند جوه العجينه بتاعتي دي، واقفل عليها. تمام زي الفل زي القمر. ومعايا ومعايا هنا طبعا جنبي الصينيه بتاعتي. تمام زي الفل. هخلص بقى الكمية كلها. هكون فاتحة الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط، وهدخلها. وهتفضل هي من ربع ساعة لتلت ساعة، من 15 دقيقة ل20 دقيقة. اللي لقينا وشها ما احمرش كده، هنحط معاه طبعا جزء أبيض عشان يبان إذا كان استوت أو ما استوتش. تمام. بعد كده هدخلها بقى، أنا هفتح الفرن الشواية. لو ما لقيتهاش ابقى ابقى واقفة جنبها، عشان لا قدر الله تتحرق ولا حاجة لا قدر الله. بصي بقى البصمة دي جميلة 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 بمعنى كلمة جميل. أنصح كل عروسة إنها تجيبها. بص البسكويت، بص بص الشكل، الله 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 الله. ومعاها قطع غيار كلهم في منتهى الجمال والروعة. بصراحة تحفة. بصوا قمر قمر قمر. وبعدين البسكويتة من جوه، البسكويتة طرية جدا جدا، والحشوة جواها روعة. دخلتها بقى طبعا كده في الفرن على الرف الأوسط. فضلت بقى من 15 دقيقة زي ما قلنا ل20 دقيقة. ولقيناها كده وشها محمرش، اولع الشواية شوية وافضل جنبها ما سيبهاش. بصوا الجمال وبصوا الحلاوة. بصوا. عارفين من جوه طعمها طعم الجوز الهند؟ طعم الشوكولاتة الجيرسي بالظبط. طعمها تحفة. وبص ناعمة ناعمة وطرية، حاجة كده قمر قمر قمر. تستاهل بقكم بإذن الله تعالى. تاكلوها يا رب في الهنا وفي العافية بإذن الله تعالى. كان معكم مطبخ هند. اعملوا لي بقى لايك وشير وكومنت، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.